من شركة أحذية لشركة موبايلات. أغلبكم سامع بقصة شركة نوكيا الفنلندية وتحولها من شركة لصناعة الأحذية لأكبر شركة اتصالات وأجهزة موبايل بالعالم، ومن ثم تراجعها بعد صعود شركات مثل أبل وسامسونج والشركات الصينية أواخر سنة 2014. ورغم ما مرت به شركة نوكيا الفنلندية من صعود وهبوط، هذا ما منع شركات أحذية بدول العالم تخطو نفس الخطوة وتغير طبيعة عملها بالكامل. هنا احنا نحكي عن شركة أول بيردز الأمريكية المشهورة بأحذية السكتشر. تأسست سنة 2014 واشتهرت بصناعة حذاء اسمه وول رونر، اللي وصفته مجلة التايم بأنه أكثر حذاء مريح بالعالم. قيمة هذه الشركة وصلت إلى أكثر من $1,000,000، وأحذيتها أصبحت مفضلة عند رواد التكنولوجيا مثل لاري بيج مؤسس جوجل وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت. لكن مع مرور السنوات وصعود شركات منافسة وتحديدا سنة 2023 تعرضت الشركة لخسائر وعلامتها التجارية ضعفت وانخفضت قيمة الأسهم بها الأكثر من 90%، وهذه كانت مصيبة بتاريخ الشركة. سنة 2026 اجتمع مجلس إدارة شركة الأحذية وشافوا الانتحار التجاري واتخاذ قرار بالتحول لشيء ثاني لابد منه، والمبلل ما يخاف من المطر، وأحسن شيء خلينا نشتغل بالذكاء الاصطناعي. لكن شركة كانت وياهم مجلس الإدارة كشركة مساهمة اسمها ويليام بلير للخدمات المالية، ما دعموا قرار مجلس الإدارة وقالوا لهم يا معودين ابقوا على شغلكم بصناعة الأحذية، التبربش ولا العمى، وإذا تحولتوا ما راح نغطي سهم الشركة. وكان اعتراضهم لأن تصوروا محاولة التغيير هو حيلة تسويقية لرفع سعر سهم الشركة مؤقتا، وتصوروا مجلس الإدارة ما يعرف الجاي يسوي. لكن جاء القرار النهائي يوم 15 نيسان بشهر الرابع، وتحولت الشركة رسميا من صناعة الأحذية إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، وتحديدا تقديم خدمات وحدات المعالجة الرسومية GPU as a service، وحصلوا على تمويل $50 مليون، وسهم الشركة قفز بنسبة خرافية وصلت 700% مجرد الإعلان عن اسم الشركة الجديد نيو بيرد AI. وهذا يعكس اهتمام المستثمرين بالعالم بشركات الذكاء الاصطناعي حتى لو كانت شركة تصنع أحذية من الصوف. وهذا يذكرنا بالعراق كانت عندنا بالسبعينات والثمانينات مصانع أحذية مثل شركة باتا اللي هي بالأصل شركة تشيكية قبل تأميمها من قبل عبد الكريم قاسم. كذلك مصانع أحذية الكوفة، وكانت خطوط الإنتاج مزودة بأجهزة إما إيطالية أو فرنسية. اللي يعرف وين صارت هذه الشركات يكتب لنا بالتعليقات. إذا عجبكم الفيديو يرجى المشاركة، وشكرا للمتابعة.